أبو همام، ماذا عن الوضع في خان شيخون؟ أخي بداية السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام ورحمة وبركاته. الله. الرحمة لشهدائنا والشفاء لجرحانا. بالنسبة للوضع في خان شيخون، نبدأ منذ مساء البارحة قامت عصابات الأسد بقصف أحد الأشخاص على أحد مفارق بالقرب من مدينة خان شيخون، وبين الحين والآخر تقوم عصابات الأسد بالقصف على المدينة. مثلا أول البارحة قامت بإطلاق العديد من القذائف على مدينة خان شيخون من الحواجز المنتشرة حولها، وأسفرت عن تهديم عدد كبير من المنازل وإصابة العديد من الجرحى، منهم كانت امرأة مثنى وطفل وشاب. ولا تزال عصابات الأسد تمثل حالة الغدر من الهدنة، فتقوم بين فترة وأخرى بإطلاق النار أو بقنص بعض الأشخاص. أما بالنسبة للوضع الإنساني في خان شيخون أخي الكريم، هناك نقص حاد في المواد الغذائية، ونقص حاد في الأدوية، ونقص حاد في المحروقات، حيث أن لا يوجد غاز، وإن وجد جرد الغاز ثمنه أكثر من 700 ليرة سورية. وبالنسبة للمحروقات مثل المازوت والبنزين نقوم بتعبئتها بزجاجات الكولا لتعبئة السيارات أو للتدفئة أو لأي شيء كان. بالنسبة للحالة الإنسانية للمشاكل، هناك نقص حاد في الدواء ونقص في الكوادر الطبية. من إدلب أبو همام، الناطق الرسمي باسم تنسيقية خان شيخون، شكرا جزيلا لك. بدأ أعضاء مجلس الشعب السوري انتخاب رئيس